الطفل ما كيقدرش يشك في والديه، حيت الوالدين بالنسبه ليه فحال الشمس والهواء، ما يقدرش يتصور العالم بلا بيهم. فاش كتوقع له شي حاجه وكيحس باحساس خايب، ما كيقولش راه ماما عيانه ولا بابا ما عندوش الذكاء العاطفي، هو كيفهم حاجه وحده: الا كيضروني، الا ما كيسمعونيش، اذا المشكل فيا انا. ومن هنا كيخلق داك الصوت الداخلي: انا ما كنسواش، انا السبب، انا مكلخ. هذا الصوت راه ما جاش من العدم، جا من اللحظات اللي كنتي فيها صغير وضعيف وما كانش عندك القدره انك تفسر داكشي اللي كيوقع ليك من غير انك تلوم راسك وتفهم بلي راه انت هو المشكل. تخيل معايا الطفل اللي كيتشاف وكيتحضن كتبرمج في هويته على انه انسان محبوب، الطفل اللي كيتجاهلوه وكيعايروه كتبرمج في هويته على انه هو المشكل وكيقول انا ما كنستاهلش. الهويه ديالك ما تكتباتش في المرايه، للاسف الهويه ديالك كتكتب في العينين ديال الناس اللي شافوك وانت صغير. الا بان فيهم الحب كتامن انك محبوب، والا بان فيهم الرفض كتامن انك عبء. ويا ريت عاوتاني كون كانت هذه القصه كتبقى غير في الطفوله، هي كتسافر معاك وكتكبر معاك وكتولي هي المحرك ديالك، وهي العدسه اللي كتشوف بها راسك.